لا تزعل عليا، بدي توقيعك والله بكاميرا ترفيهية، ما بدها كثرة حكي مقالب فورية، لو مهما كنت ساكت دق مية مية. تكتكناها من الصباح ستويناها شوية، حطينا بهار وملح بطاطا مقلية، مقلبنا مقلوبتنا والطبخة هنية، صحة على اللي شرب شربوله لبنية. لو مهما كنت فتح المقلب عايدايا، سهرتنا طول الشهر لحد الفجرية، يرافقنا ضو القمر معاكم ليلية، نيانو يلي اختصر السهرة رمضانية. توقيعك لو سمحت. مساء الخير أعزائي المشاهدين. الشيف معين الصيام من أبرز يعني الطباخين بهالبلد، شيف معروف جدا على مستوى الأردن، طبعا مؤلف كتاب اسمه الموسوعة العالمية للطبخ، معين الصيام وأماني سرحان. حصلنا بطريقتنا على الكتاب. الشيف معين أكره ما عليه حدا ينتقد طبخه، حدا يقول له إنه أكيك مش مضبوط. أنا طبعا شيف معين سبق عملنا في مقلب بفندق الأرينا وبيعرفني شخصيا، فانا بما اني مفلوز وراح يلعب موضوع الصوت، هو ما راح يشوف وجهي، بل هو فهموه انه في مسابقه عالميه وفي شيف من اصل اردني لمسابقه بفرنسا راح تقام، وفي 3 اسماء. الان دوره بالدخول والمسابقه مصوره ومنقول على الهواء مباشره. الشيف معين راح يفوت الان زي ما بلغوني الشباب. على بركه الله بنبدا الفيلم. طبعا مراحل التذوق اعزائي المشاهدين راح تكون بدايه مع صحن سلطه من الشيف اللي نتعرف عليك. صباح الخير شيف عالمي، كيفك؟ اهلين. طبعا صحن عملته، تفضل سيدي معاليك، تفضل. طبعا سيدك تاج راسك. شوكه ومعلقه بالله وسكين. تفضل. لا الشوكة بالشمال عفوا. انا بحب اكل بايدي على فكره. ماشي اوكي. شيف عالمي باكل بايدي. ما في خبز؟ بس حرام. لا خبز والله ما في، عندنا انترناشونال مطعم. طيب. في طعم بالرز يا شيف. طبعا في بهارات. حكينا بالبهارات. وفي بصل. حاط بصل بالرز؟ وباذنجان. ايش هاي خشبه؟ لا هذه كراوية. غار ولا كراويه؟ كراوية. ليش بتحطوا الغار انتم؟ يغطوا على الزنخه؟ الغار عشان زنخة الدجاج يعني. هي الزنخه من الطباخ ولا من الدجاج؟ من الطباخ احيانا ومن الدجاج احيانا، يعني مش شرط تكون دائما من الطباخ. كيف موضوع النظافه معك شيخ؟ والله تمام، اخذنا دورات واخذنا كل شيء يا شيف عالمي. كم مرة انت جاي تحمل؟ تقيمني ولا جاي تعمل معي تحقيق؟ بتجاوب على السؤال. انا الله شيف يسامحه، عالمي. يعتبرني كم مرة بتحمم باليوم؟ يعتبرني خاله اخو امه، يعتبرني لا رجاء، انا من اصول اردنيه ولكن هذا انت ما على ندخل راسي فيها. ومدحوا لي فيك الناس كلها، بس انه شيف بدك نطلع على فرنسا ولا بدك تضلك تسمي بدني على الصبح؟ انت خريج وين؟ شيف صباح الخير. خريج وين انت؟ انا خريج ايطاليا والله. ايطاليا سنه ايش؟ سنة ال 97 من بوليتكنيكو كوميرشو دي ميلانو. طيب شو ترتيبك كان توقيعك لو سمحت. ايش كونت مكوناتها؟ والله سر المهنة، بس حطيت فيها كل انواع الخضار. يعني هاي ما بحكي الريسيبي تبعها لانه يعني شغلة بتخصني عفوا. شو المكونات السلطة بس لو سمحت الأولية؟ أنا عرفت الخيار والخس والبندورة. في خس وخيار وبندورة وسلطة لولو وشومر وفجل. طب الشومر أنت حاطه على الجال الشمال، هو إيش هاي الثانية؟ تبع تنظيف الغبرة هاي ولا شو؟ عفوا إيش هاي؟ عفوا هاي شيف عالمي باكل بإيده. أنت إلك بالموضوع أنت.
مكونات، تحكي لي عن المكونات. هلا شيف مش عارف مكونات سلطه؟ انت اللي عاملها مش انا. مين اللي جابك؟ انت اللي عاملها استاذ شيف الكريم. عالمي، مين اللي جابك؟ عفوا. خس، بندوره، خيار، بقدونس. هي اليوم ولا امبارح عاملها؟ عشان تاخذ نكهه. هذا اذا عارف طعم امك. انت مكثر ليمون على فكره. لا هو ليمون وزيت طبعا تتبيله. هذا مش ليمون اصلا، ولا هذا ملح بديش- ليمون. لا ملح ليمون ما عندي، ما بستعمل بالمطبخ. انا خبير عالمي، انا شيف عالمي. انا بعرف انك انت شيف عالمي اردني بس امسك لو سمحت، يعني لو سمحت احنا الناس تسمع بنقل مباشر. تفضل. هذا ملح ليمون مش ليمون، انا متاكد من لا المعلومه. ليمون ونص. ليمون ونص، ليمون ونص. اه صحن بتحط عليه ليمون ونص يا راجل، يا قيمه الظلم. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب صحة وعافية شيف. طبعاً مطرح صحة ما يسري ايش؟ يمري. يمري طبعا. تحب تدوق شيء ثاني؟ خلاف السلطه شو عندك؟ في عندي رز، بدي ادوقك الرز على طريقتي بخاري. طبعا صحة وعافية. اكيد. شو الرز هذا؟ الرز هذا بخاري. طبعا بعطيه نكهات عدة. ما كله وانت ساكت يا زلمه، خلص عاد عفواً، كركعتني قلت على إشي؟ الصبح. استاذي. حكيت اشي؟ لا بقول لك صحة وعافية مطرح ما يسري. لازم ادوق، يعني قلت محمد هنا لا انت دوق بس. أدوق. دوق واذا بدك دوق بايدك عادي. هذا الرز بفلفل صحيح؟ طبعا. طيب شو نوعيه الرز هذا؟ هذا نوعيته امريكي. قديش المده اللي بتنقع رز فيها شيف؟ نص ساعة. انا بسالك انت بتجاوب، انا شيف عالمي انت شيف اردني لا تنسى. توقيعك لو سمحت. بتحب تشرب اشي شيف؟ شو عندك شيف؟ عندي مي، عندي شاي، قهوة، نسكافيه. على ذوقك بس دقيقه، خليك معي، خلينا بالرز. تفضل استاذي. خلينا بالرز تبعك هذا. تفضل يا شيف. هلا شو استخدمت مع الرز انت الان؟ طبعا بهارات هندي، بهارات مشكلة. بهارات هندي، متاكد انها من الهند؟ طبعا لانه البهارات كلها بتيجي من هاي الهند. بهارات باكستانيه صديقي. لا والله هندية. انت رحت على الهند جبتها؟ لا وصيت عليها واجتني. اللي بخبص الرز عنده شو بيكون؟ بيكون حمار. خباص؟ خباص. في لسعه بالرز. طبعا بهارات عشان بدون لسعة ما بتعطي طعم، بصير رز ابيض مسلوق طيب للمرضى. افرض حدا بالعزومه يعني ما عنده بالموضوع اللسعه. بنحط له سلطة. طيب الان مطرح ما يسري يمري، الله يجعله صحة وعافية. توقيعك لو سمحت. شيف انت استاذي. سامعني؟ ما عليك شو تفضل. ترتيبك كان بالجامعه بايطاليا؟ والله تخرجت بال97 واخذت بطولة عالمية. ترتيبك ميلانو. بطوله اثقال، هي رياضه بطوله ايش؟ لا بطولة طبخ يعني عدم المؤاخذة. بطولة طبخ. شيف شو عالمي الطبخة؟ جاي يقول لي أثقال. شو نعم. الطبخه اللي طبختها تميزت فيها بايطاليا؟ طبخت خروف محشي. خروف محشي؟ وكان مميز. بلدي ولا روماني؟ جبناه من بلدي. طيب جبته معي بالطيارة والله يا سيد عاطف. طيب كيف نفسك بالدجاج المش مسحب؟ يعني الدجاج المسحب او مو مسحب كل شيء له اصوله. طيب نشوف الدجاج المش مسحب. ان شاء الله عجبك الرز. النتيجه بالاخير، والنتيجه ما دخلك فيها انت الان. ما هو مشان الله يعني زبطنا ابن ما في بلدي ما في وشيف مجال عالمي. للواسطه اذا تكرمت. مشان الله زبطنا يعني. نتركنا من التليفونات والكروت والشغلات هاي. انا ما عندي واسطه يعني، بس الله يوفقك يا واسطتك شيف. طبخك، اذا تميزت انت ناجح. بتروح على فرنسا وقابلني. تفضل شيف. تفضل. صحة وعافية. هذا ايش هذا؟ هذا يعني هذا صدر دجاج. دجاج مش مسحب، يعني دجاج بعظمه. بعظمه هذا. قديش عمرها الدجاجه هاي؟ انا لانه سمعي خفيف شيف لازم يعني هاي دجاجه ولا ديك؟ هذه عمرها 40 يوم. انت بتميز انه دجاجه او ديك؟ هاي دجاجة. هاي دجاجه كم عمرها؟ 40 يوم. عمرها 40 50 يوم. طريقتك بطبخ الدجاج كيف؟ زي ما بيعملوا الناس. يعني اسئلتك هاي تحقيق ولا عدم المؤاخذة؟ بتجاوب على قد السؤال. ان شاء الله اللي تكرر. عجبك يا شيف. خلينا نشوف. هلا انت الان اسمعني، طريقتك بصنع الدجاج. تفضل. بغسله بسلقه بعدين بشويه. شو اللي بتغسله؟ الدجاج. يعني طبعا بعد ما ينذبح.
شو هذا طيب. على الصبح؟ الكل بحبني وجاي هذا يتمسخر علي. الله اكبر. شو حاط على الدجاج؟ بهارات. وحطيته مع الرز. طب ما كان رز قبل شوي، ليش حطيت رز؟ نعم. الرز ذقناه قبل شوي، يعني انا حكمي على الدجاج اصلا مش على الرز. نكمل. طب الرز عجبك؟ هلا الان هاي سفينه؟ هاي مش سفينه، هذا قارب والله. شوف هاي سفينه. نعم. طيب حدد لي تضاريس الدجاجه. الدجاجه في رجل ورجل، وصدر وصدر، ورقبه، وفي راس. والسفينه وين؟ السفينه جايه بالقارب بالصدر. في طعم بالدجاج. ان شاء الله عجبك. بعدين النتيجه، بس في طعم. نشوف الدجاج المسحب. نشوف الدجاج المسحب. حاضر يا شيف. انت بتؤمر امر يا شيف. يعني انا مش عارف، في دخلاء على المهنه كثير، في دخلاء على المهنه كثير يعني. مش مميز بين الزنقه وبين طبعا بدك تحط غار، بدك تحط اعشاب، بدك تحط عشان تغطي على المصايب السوداء. طبعا يا شيف. في دجاج عندك مسحب؟ في. نشوف الدجاج المسحب. يعني شو هذا، جاي يتغدى ولا جاي يقيم؟ والله ماني عارف عنه شو جاي. لازم اذوق، بدي اذوق. دوق شيف، دوق صحة وعافية. اذا ما ذوقت ما بحدد، مطرح ما بظبط الامور. شو يلا اسمه شيف؟ تفضل. مطرح ما يسري ان شاء الله. تسلم. هذا الدجاج المسحب. شو دخلك فيه انت؟ خلص تخلصنا عاد بعدين. بلاش نمنمه وبلاش المسحب سامعك شيف، المسحب. سامعك وخلي لسانك يتمك عشان شيف انا سمعي شويه ضعيف. انا سمعي شويه ضعيف يا شيف. حاسدني على هاللقمه. امرني. ولا في طعم. بسم الله. حاطط كيلو بهارات بكيلو رز ولا في طعم؟ هاي الدجاجه متاكد انها مسحبه؟ بس سحبت العظم. كيف سحبت الدجاج العظم؟ عشان العظم يبعد عن المسحب. شو هالشف على هالصبح؟ توقيعك انت متاكد انه ورك دجاجه؟ يا رجل هذا ورك عصفور، والله انه صغير. ما هو شف انا بقطعه كثير ناعم. ما في طعم. طب شو ما اعمل في طعم لك؟ نهائيا. شو اعمل لك؟ ما في طعم نهائيا، يعني انا شخصيا. خذ لي هالصحن يا شيف اولا. خذ لي هالصحن. شوف انت جاي كيف انا يا شيف تسمعني شوي بس. انا لما الفت كتاب الموسوعة العالمية للطبخ. يا زلمة كتاب مين والناس نايمين؟ ما انت اللي عامله؟ اقرا على الاسم. جاي انت على فكرة بدي احكي لك شغلة. احكي. عاطف. عرفتك من صوتك انا. طيب بكير. جننتني، ما انت صار لك نص ساعة بتجنن فيي يا زلمة. توقيعك لو سمحت. طبعا شيف يعني احنا حبينا استغليت هالمرض قلت خلينا نمزح معك والشباب لون الشارات. الله يعطيك العافية. وما شفتش وجهي نهائيا انت لا بيقولوا لي في شيف عالمي تطلعش عليه ولا يطلع عليك. اعطيه عشان ما بدهمش واسطات وهيك. ضايقته يحكي على الدجاج المسحب لا بس استغربت انه شيف عالمي بيسالني اسئله. ما عندوش معلومات. ما عنده. الكتاب انت طار عقلك من موضوع الكتاب انه له. الكتاب لما حطه انا حسيت فيه انه يعني جاي بكتابي بقول لي انا انت ككفر عرفت انه يعني شبيه ككفر. بس انا يعني قالوا لي شيف عالمي لا تطلع عليه ولا يطلع عليك. جاي يعمل تست بده ينقي واحد من 3 على فرنسا على بطوله. طيب احنا شوف يعني حبينا بس هيك نستضيفك معنا بهالبرنامج. هذا البرنامج ان شاء الله راح ينبث بالتلفزيون اسمه الكاميرا توقيع. يعني بدنا بالمغرافه هيك توقع لنا على الشاشه بالموافقه. ما توقع على شك ولا كمبياله. ولا يهمك. نوقع على الشاشه اول شيء. ولا يهمك. توقعنا بالهواء. اوكي. وبنهنيك احنا على كتابك اللي هو الموسوعه العالميه للطبخ باللغه العربيه والانجليزيه. تحيه لاماني سرحان. طبعا انت بتضلك شو اسمه اخف عليك. حبيبي. كل عام وانت بخير. شكرا يا شيف. هلك. روح نتغدى. كل عام وانتم بألف خير أعزائي المشاهدين بمناسبة شهر رمضان. هذا اليوم رح يكون معنا ضيفة مميزة وعزيزة بوجود طبعا الأستاذ عاطف أبو حجر. أهلا وسهلا فيك. معنا طالبة جامعية عندها طموح، عندها أشياء عم تحلم فيها لقدام وبدها تطور من هاي الأمور اللي هي موجودة عندها. هلا كل إنسان فينا بحب يطور من حاله. بوجود الطالبة المميزة إيناس الفقي. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بألف خير حبيبتي. وأنت بألف خير. أهلا فيكي. أهلا فيكي. حبينا نستضيفك بشهر رمضان تكوني معنا. طبعا إنسانة مميزة. إحنا طبعا حابين نعرف شوية أمور عنك، بس أول إشي حابين نعرف كيف أجواء رمضان معك بشكل عام.
أول إشي بحب أعيد على الجميع بهاي المناسبة، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنت بخير. وانت بألف خير. شهر رمضان يعني هو أحلى الأيام بالسنة، كيف جمعت العيلة والأهل والأصحاب فيه، فهو شهر خير وبركة. توقيعك لو سمحت. ايناس، انا حاب اسالك، انت موهوبه يعني زي ما حكيتوا قبل شوي بالاعداد انت وكاتي بموضوع القاء الشعر. نعم. الالقاء، انت بتكتبي شعر ولا بس القاء؟ بكتب شعر بسيط، يعني أشياء بسيطة، لساتني مبتدئة. طيب انت عندك طريقه بالالقاء اللي هي باللهجه النبطيه تقريبا نعم، او البدويه؟ اللهجة النبطية. شو بتحبي نسمع شغله هيك نضر الاجواء شوي؟ تفضلي. ويا محل القال من بنت بلادي، تسوى 100 قال لأنها من ريحة جدادي، وإن قالت قال تفهم، أصله كرام موجود، والشرف والأخلاق عالراس موجود. وإن تغيرنا غير لصلنا نعود، سهر وسمر نجري الربابة وندق العود. فنجان القهوة يلالي بنص القعدة مصمود، الدلة نادي صب قهوة يا عبود، وبالكرم وضيافة دوم نجود، وضيفنا هدوم بالخير موعود. ترحنا فرح باللمة الكل من حولك موجود، وعدونا يلد ويبتعد عنا ويذود، عدونا من بعيد يلد ويبتعد عنا ويذود. هذا مو كلامنا بالعكس كل العالم عليه شهود، احنا أردنية وراسنا دوم بالعالي مصمود. صح لسانك. بنتابع كاتيا بس بعدها. توقيعك لو سمحت. رجعنا اعزائي المشاهدين مستمرين في هذا البرنامج، برنامج الكاميرا توقيع. زميلتنا كاتيا نتابع كطالبة جامعية الآن، أنت كنت بالجامعة طبعا. أكيد. كطالبة جامعية وبرضه موهوبة بمجال الإلقاء الشعري وتنظيم الوقت. أنت في موهبة عندك أنت كاتي كان زي هيك؟ أنا بصراحة موضوع الشعر لا ما كان عندي، بس كان عندي يعني إشي ثاني كنت عم بحلم فيه. يعني مثل شو؟ هلا أنا دارسة ترجمة فرنسي ما لها دخل، بس كان نفسي أدخل بموضوع الإعلام. فكانت طموحي، كنت كثير أحب إنه أقعد وأتسلى وأطلع على ناس كثير، بالذات أوبرا كنت كثير أحب أتابعها. نعم. وهالة سرحان، وكنا نحكي بحلقات قبل عن طبعاً موضوع هالة طبعاً. سرحان. وبعدين انه دخلت بهذا الموضوع لاني انا حبيته. يعني هلا انا بشجع اي حدا، اي طالب جامعي، اي موهبه موجوده عنده انه يكمل بهذا الإشي، وانك تتابع حالك، لانه القائك كان كثير حلو. شكرا. يعني كيف شايفي الإلقاء؟ القائها جميل. ما كانت شوي حافظيتها، ولكن طبيعة الإلقاء يعني ممكن تنفع بمسلسل بدوي على فكرة، أو جداً. أو على إذاعة. يعني مميز صوتك حقيقة، صوته مميز في بحة وقوي. معينة. بجوز بحاجة فترة تدريب، ولكن كل شيء مع التدريب بصير مرحلة مرحلة. إيناس، يعني أنا حاب أسألك بعد التخرج من الجامعة إيش طموحاتك؟ ناوي تتجه أي اتجاه؟ أنا بحب مجال الشعر، كمان إنه مجال دراستي كتير بحبه ومبدعة فيه، إن شاء الله رح أبدع فيه أكثر. لكن إنه عندي طموح، بحب ألقي شعر وبديت أكتب شوي، إنه بتمنى إنه تتيح لي فرصة إنه ألقي شعر بمسلسل بدوي، أشارك مسلسل بدوي، أو إني ألقي شعر على قناة فضائية أو هيك. يعني أنت لو هلا أجتك فرصة إنك أنت هلا تلقي الشعر، وبنفس الوقت رح يكون بيعترض مع دراستك، إنه رح توقفي شوي دراستك، بس أنت عندك طموحك، بتكملي بالجامعة ولا بتروحي ورا طموحك؟ هلا كل إنسان عنده طموح، والإنسان يعني القادر إنه يحقق هذا الطموح ليش ما يحققه؟ يعني دراستي هي شيء أساسي، إنه بدي أكملها وبحبها، لكنه لو صحت لي هاي الفرصة إنه ممكن أوقف فترة دراستي بسبيل إني أحقق طموحي. يعني طموحك أنت إنه هلا بتوجهي هاي الكلمة لكل شاب وشابة بالجامعة أو غير أكيد. الجامعة، إنه طموحه يركض وراها ويضل ماشي ورا الطموح اللي هو بده إياها. يعني أنت بتحبسي بهذا الموضوع ولا ما يركض ورا طموحه؟ لا طبعا، لازم كل إنسان عنده طموح إنه يسعى وراء أهدافه وإنه يحقق هاي الأهداف. دقيقة بلا محمد، هلا موضوع يركض ورا طموحه مقبولة؟ مضايقته. لا يركض، انت بتحكي كانه بماراثون. احنا يركض بتقول لك. هلا البحث عن الطموح ممكن نحكي، صح؟ البحث عن الطموح اجمل شوي، صح؟ يلا. يعني انت بمعنى الكلام اللي انا فهمته منك، انت بتبحثي ورا الطموح اللي انت بدك اياها، مش بس انه دراسه، لا وطموحك مهمه. أكيد طبعا.
يعني طموحنا مهمات. الطموح كتير مهم، إنه لازم الإنسان يسعى وراء إنه يحقق هاي طموحه وأهدافه بالحياة. يعني ما في يعني كيف بده يكون إنسان عايش إنه ما يحقق هاي الأهداف؟ بس ما أنا في. شايفتك هادية، يعني هي كيف بجوز إنه مريضة. شارع وهدوء. أنا عندي سؤال عفوا، يعني هلا هي بحث الصوت اللي عندك طبيعة صوتك ولا أنت مريضة؟ لا أنا مش مريضة هيك. هيك بحث صوتك؟ ما شاء الله. يعني ممكن موضوع فنيا بجوز مهندس الصوت علي الزبن يميز أكثر، يعني بحها زي هيك بإلقاء شعري بتوقع بيكون مميز إذا الإلقاء كان جيد. إذا الإلقاء كان جيد. بس اللي حكيته هذا ما اسمه شعر. تخبيص. هي الكلام مش إلها، الكلام إليك؟ لا الكلام هو عن النت كلام عادي، يعني بتوقع خاطرة أو ساطحة. لا مش تأليفة. أنت قصدك يعني ما بصير الواحد يقرأ شيء ما يكون إنه مرتجل؟ ما لازم تكون اسم شاعر. هي ما شاعرة، طالبة جامعية قلنا، ما قالوا شاعرة. ما قلنا شاعر، قلنا طالبة جامعية. قدمتها كطالبة. قدمتها كطالبة. أنت حافظة شيء ثاني؟ يعني مش عارف، هو يعني الأستاذ علي متأثر بموضوع الشعر بما أنه ما شاء الله بكتب إلقاء رائع جدا، فيعني لا تقييم. يعني إلقاء هي بدها تدريب، بدها تدريب 100% بدها تدريب. أنت عندك مشكلة تتدربي؟ ليه بتحبطها؟ ما احبطها انا. لا هي مش بالعكس، انت لما تدل الانسان على الطريق الصحيح تخدمه. عندك مشكله انه تتدربي على الالقاء الشعري؟ لا ما عندي مشكلة، أنا بلقي منيح بحس حالي، وجميع اللي ألقيته قدامهم أمامهم حيقول إنه إلقائي جيد. ما في إلقاء. توقيعك لو طبعا سمحت. أنا كثير مبسوطة بوجودك طبعا، بس في كثير أسئلة كان نفسي أسألك إياها، بس أنت طالبة جامعية وخجولة شايفتك ومتلبكة، مع إنه عادي الموضوع كثير حلو، إنه بكرة حتدخلي على هذا المجال، فأكيد رح تكون إنه لازم تكسري الحاجز اللي عندك هذا ويصير أمورك تمام. بشهر رمضان هلا إنه أنت بتساعدي ماما، لا ما بتساعدي ماما؟ أكيد طبعا بساعدها، مش بشهر رمضان. طبعا هي سمعتك حتكون. وجه لها تحية. وجه لها تحية. إيش الطبخة المميزة عندك برمضان وغير رمضان؟ إشي بتحبيه أنت بتفضليه؟ الكبسة. كبسة. هي أول مرة حب يجينا دايماً كبسة. بيحكوا ملوخية. أخيرا كبسة. كبسه يا ستي. خلص مرات الوالده بتعزمنا على كبسه يا محمد. بنيجي كل الفريق. بشر أهلا وسهلا. الله يخليك، تسلم الخرب. ان شاء الله بنجاحك وخطوبتك. انا بشكرك، ولكن انت لك حساب البنك؟ نعم إلي. وين؟ بنك القاهرة. ان شاء الله الرقم كبير. يعني توقيعك معتمد بالبنك؟ لك دفتر شيكات؟ يعني لا طيب. ما لي دفتر شيكات، توقيع معتمد. توقيع معتمد. أنا كنت آخذ توقيعها على الكاميرا بس. يعني طيب احنا بنشكرك على هاللقاء، انت كنت ضيفتنا ببرنامج الكاميرا توقيع، وحابين ناخذ توقيعك على الهواء، وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. عاملتك ابن غشي لا تزعل عليا، بدي توقيعك والله بكاميرا ترفيهية، ما بدها كثرة حكي مقالب فورية، لو مهما كنت ذكي دق 100. تكتكناها من الصباح سكويناها شوية، حطينا بهار وملح بطاطا مقلية، مقلبنا مقلوبتنا والطبخة هنية، صحة على اللي شرب شربوله لبنية. لو مهما كنت فتح المقلب عايدايا، سهرتنا طول الشهر لحد الفجرية، يرافقنا ضوء القمر معاكم ليلية، نيالو يلي اختصر السهرة رمضانية.